نبدا على بركه الله. هنا في الاناء تاعنا نحطوا الكاس الاول تاع الماء. هنا الماء اخواتي يكون دافي، ما لازمش يكون بارد وما لازمش يكون سخون باش ما يحرقش الخميره تاعكم. ونزيد نضيف عليه الكاس الثاني، ونزيد نضيف معاه مغرف كبيره ما تكونش معمره بزاف تاع خميره الخبز كما راكم تلاحظوا. ونزيد نضيف هنا كبديل على السكر التمر مرحي. حطيت هنا 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع تمر مرحي. واللي تحب السكر يعني تقدر تحط السكر، انا برك حابه نروح اكثر للاكل الصحي. ونزيد نضيف معاهم 2 مغارف كبار تاع الحليب غبره. اللي ما عندوش حليب غبره يقدر يستغنى عليه نهائيا. ومع المكونات تاعي كامل نزيد نضيف هنايا بياض تاع حبه بيض. هذا البياض حبيباتي راح يضيف خفة ما شاء الله الخبز الدار تاعنا، ويخليه يجي خفيف وهشيش ويجي ما شاء الله. وهنا اكيد الصفر راح نخليه للاخير باش ندهن. وغير بالفوي نخلط المكونات تاعي مليح مليح حتى تذوب لي هذيك الخميره تاع الخبز اللي ضفناها للمكونات تاعنا. ونزيد نضيف الكميه تاعي تاع السميد. هنا كما راكم تشوفوا انا السميد اللي استعملت السميد الرطب كامل، يعني عديته في الغربال وهزيت غير الرطب. راح نحط 3 كيلات تاع السميد الرطب بنفس الكيله اللي كينا بها الماء. انايا هذه هي الكميه اللي نحتاجوها. الخبز تاعنا راح يكون غير بالسميد فقط ويجي خفيف ويجي هشيش ويجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله حبيباتي تتبعوا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه. وهنايا بديت نخلط بالفوي ومن بعد لاحظت باللي ما يساعدنيش، عاودت نحيته كملت غير بيدي برك. ما كانش كيما الخدمه تاع اليد وتمس العجينه يعني وتعرف القوام تاعها وتعرف كيفاش تتعامل معها. وهذا هو القوام اللي نحتاجه. في العجينه تاعنا تجي شويه مطلوقه كما راكم تشوفوا. نلمها مليح ونغطيها بكيس بلاستيكي ونزيد لها قطعه قماش تكون نظيفه ونخلي لها خليط تاعي يريح حوالي 10 دقائق. بعد ما العجينه تاعنا بقات 10 دقائق كما راكم تلاحظوا، يعني بدات الخميره تاعنا تتفاعل وطلعت شويه. راح نضيف الكميه تاعي تاع ملح، مغرف صغيره ما تكونش معمره مليح تاع ملح. وهنا نص كاس تاع زيت النباتي، نفس الكاس اللي كينا به كل دائما تاع 220 مليلتر. وندخل مليح مليح الكميه هذيك تاع الزيت تاعي في العجينه بهذه الطريقه حتى تولي هذيك العجينه تاعي تلاصق في اليد. في هذه المرحله نعرفوا باللي الكميه تاعي تاع الزيت كامل راهي دخلت. كما راكم تلاحظوا هذا هو القوام تاع العجينه تاعي. من بعد ما دخلت الكميه تاع الزيت كامل طرقت شويه وعاد تتلاصق في اليد. في هذه المرحله راح نزيد نغطيها بكيس بلاستيكي ونزيد لها قطعه قماش ونخلي الخميره تاعي في مكان دافي حتى تختمر ويتضاعف الحجم تاعها. ونعاود نولي معكم ان شاء الله. من بعد ما اختمرت العجينه تاعنا وتضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا راهي معمره بالفقاعات، راح ننزل لها هذاك الطلوع تاعها كامل ونخرج لها الكميه تاع الهواء اللي فيها كامل كما راكم تلاحظوا. ومن بعد نخفقها. وهذا الخفق يعني يعتبر كبديل على العجن. نجيب هنا شويه تاع الماء دافي قدامي، نحط يدي فيه مره على مره وندخل حتى تدخل الكميه الاولى كامل، ونزيد نحط يدي في الماء ونروح هكذا حتى نكمل العمليه تاعي كامل. هنايا العجينه تاعنا راهي تتخفق وندخلوا لها الهواء باش تجينا خفيفه وتجينا طالعه، وفي نفس الوقت رانا نزيدو نطلقوا فيها شويه. وهذا هو القوام اللي نحتاجه. شوفوا العجينه تاعنا كيش مطلوقه ومعمره بالفقاعات. هذيك الفقاعات هي اللي راح تعاونها باش تكون خفيفه وتجي طالعه بلا ما نعجنوها. نجيب هنايا الصينيه اللي راح ندخلها الفرن، دهنتها انا بشويه تاع الزيت ورشيتها بالفارينه باش ما تلصقليش في القاعده ديالها. ونجيب العجينه تاعي بعد ما نكون دهنت يديا بشويه تاع الزيت باش ما تلصقش وما تعذبنيش، ونزيد ندهن يدي ونصبط العجينه تاعي بهذه الطريقه. نحاول نصبطها غير بالعقل، وكيما تبدا تلصق لي في اليد نزيد ندهنو شويه تاع الزيت بهذا الشكل. السمك تاعها يكون تقريبا نفس العلو تاع نصف العلو عفوا تاع هذيك الصينيه.
ونجيب هنا الصفر تاع حبة بيض، نحط له شويه قطرات تاع الخل باش نحي الزفره هذيك تاع البيض، ونزيد له قطرات تاع الزيت النباتي باش نعطي لمعان للصفار تاعنا ولا للكسره تاعنا من بعد ما طيب. نخلط المكونات مع بعضهم مليح وندهنها كامل على السطح. ونرشعنا بخليط تاع الزرارة، انا عندي هنايا سينوج وحبة حلاوة وعندي الجلجلانية بهذه الطريقة، ونخليها في مكان دافي حتى يتضاعف الحجم تاعها ونروحو نطيبوها ان شاء الله. وهذه هي حبيباتي الخبزة تاعنا من بعد ما اختمرت وتضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا. راح ندخلها للفرن من بعد ما سخنته 180 درجة لمدة 15 دقيقة، نخليها حتى نشوفها بدات تصفر لي شوية من فوق، ونعاود نشعلها من فوق ونولي معكم. وكما راكم تشوفوا حبيباتي هنا خبز الدار تاعنا من بعد ما طيبته من تحت وزيد شعلت له حمرت له من فوق وجبته من الفرن. نحيته مباشرة من الصينية باش ما يعرقليش وما يتنداليش من الجهة اللي من تحتها. وكما راكم تشوفوا حبيباتي جا خبز ما شاء الله يجي بزاف رطب ومقطن، وكما شفتوا حضرنا اروع خبز الدار بالسميد فقط بدون جهد بدون تعب بدون اي مجهود. نتمنى ان شاء الله تحضروه وتفرحوا به اولادكم وعائلاتكم. درناه بمقادير جد مضبوطه وطريقه التحضير سهله وسريعه وبسيطه جدا يعني ما كانش اي وحده تجربوا وما رايحش ينجح معها من اول تجربه وما يديش حتى الوقت منكم تحضروه في 10 دقائق يكون واجد. نتمنى حبيباتي الوصفه تاعنا تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى لا فيديو كانت خفيفه ظريفه عليكم. وإلا كان عجبتكم ما تنسونيش بلايك وبارطاج وتعليق مشجع. وما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المشاهده وبارك الله فيكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى وصفات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.